طلع مستشار رئيس الوزراء العراقي وقال إلى بعد 10 سنوات ماكو تعيين أبد. جاء هذا الكلام بعد ما الحكومة العراقية وصلت إلى أقصى حد من التعيينات والاستيعاب الحكومي، وهذا راح يحرم ملايين الشباب العراقي من التعيين أو التقاعد. أنا جايب هاي الحلقة أطور من نظرتك للأمور وفهمك أساليب شلون تحصل على تقاعد أو مفهوم التقاعد المبكر، وشلون تقدر تطور من أمورك المالية. رغم أني سويت بذيك قناتي حلقة عن التقاعد المبكر، والقناة اسمها البيج وهاي اسم الحلقة، لكن اكتشفت انه اكثرية الناس ما تفتهم اني شقول وما تفتهم ايش دا احكي، وهذا بسبب انه احنا شعب معزول، والاهل والناس طول عمرهم يفكرون بالوظيفة، وهذا الشيء مو غلط مو عيب من مفهوم المواطن. في المواطن دائما يبحث عن الراحة والسعادة والاستقرار، وهذا الشيء يلقاه بالوظيفة، لكن الناس ما طورت من افكارها او بعدت نظرتها للامور ولا تعلمت من غير ناس. فشوف صديقي، الحياة صعبة ودائما كانت صعبة، فماكو حياة وردية. حتى رب العالمين يقول لك لقد خلقنا الإنسان بكبد، وهاي الآية تدل على أن الإنسان دائما لازم يسعى ودائما في تعب مستمر نحو الراحة. فيوم من الأيام قاعد أني ويا أحد أقاربي، رجل كاسب يشتغل على باب الله، فقلت له على فكرة انه ليش انت هيك باكر راح تكبر وبتصير كبير بالعمر، ليش ما تسوي طريقة راح احكي لكم عليها بهاي الحلقة. وهذا الشيء فاجأه، وقال لي يعني ما حد حاكي لي هذا الحكي اللي انت حاكي لي اياه، بسبب انه اني اكثر مخالطتي هم يعني ناس عمال وكسبة، يعني على قد يمشي يومه وهذا هو. فدائما الشاب العراقي لما يشتغل ما يفكر بالمستقبل او يفكر بالتقاعد، اقصى شيء يفكره انه هو بلكي يحصل وظيفة بالمستقبل. لكن اذا ما حصلت وظيفة شنو راح تسوي؟ فلازم تفكر بفكرة التقاعد. فصديقي، انت اول يوم شغل لازم تفكر ايش راح تسوي بالمستقبل. فنعم انت اليوم بالعشرين او بالثلاثين من عمرك وعندك طاقة وعندك قدرة انك تشتغل، لكن بعمر 50 وعمر 60 ايش راح تسوي اذا ما قدرت تسوي لنفسك شيء؟ وهاي الثقافة شفتها بالبورصة لما تعاملت ويا شباب أجانب، فاكتشفت انهم دائما ما يفكرون بفكرة التقاعد، وحتى فكرة التقاعد المبكر. لهذا شفت انهم دائما يدخرون جزء من رواتبهم ويحطوها في صناديق تقاعد. هاي الصناديق هي اللي تشغل لك هاي الفلوس، ودائما تنطيك فوائد او نسبة من الارباح اللي هي من 10 الى 20% سنويا. فانت طول ما تحط فلوس بهاي الصناديق ودا تجي النسبة على مدى 40 سنة، فبالنهاية راح يصير عندك مبلغ تقدر تحصل منه تقاعد من خلال استثماره. فنعم هناك عندهم البنوك تنطي 10%، هم ما يستحرمون من هاي السالفة، تنطي فائدة 10%. فإذا جمع 10 شدات خلال 40 سنة من حياته ويجمعها بشكل بسيط، لأن رواتبهم هناك عالية جدا، فيقبضون بالشهر $3000 و$2000 وحتى $10000. فهاي الصناديق مثلا إذا حطيت بيها $100,000 فراح تجيك 10% سنويا عائد اللي هو $10,000. هاي $10,000 إذا قسمتها على سنة فراح تطلع لك ما بين $1000 و$900. هذا عائد شهري وراتب شهري يعتبر تقاعد، وتقدر تسافر إلى غير دول. هم هيك يسوون، يسافرون إلى غير دول يعيشون بيها متونسين، تجيهم فلوس ما محتاجين يشتغلون. وللأمانة انه هذا الشيء موجود بالعراق، لكن اغلب الناس ما تدري او تتجاهله او ما تفكر به. فهذا ما يعرف بالعراق باسم التقاعد الاختياري، وهذا الشيء حكومي، انك تنطي 17,500 شهريا، مقابل انه من تطلع في سن التقاعد راح ينطوك 350,000 دينار شهريا. هذا الشيء انت تدفع 17,000 بس الحكومة تدفع 3 أضعافه، يعني أنت تدفع فقط 5% والباقي على الحكومة هي تدفع لك إياه. فهذا الشيء كلش زين. إذا كنت عامل تقدر تدفع 17,000 بالشهر وتقدر تدفع أكثر، فإذا دفعت 80,000 بالشهر فراح يجيك التقاعد في سن التقاعد 1,600,000. تخيل هذا الرقم، إنك في عمر 60 يجيك 1,600,000 وتروح تفتر بدول العالم وتسافر وتنطي لولدك وتقدر تعين عائلتك بالمستقبل. فراح تكون انت شايب بس مرتب. لكن هذا الشيء راح ينطوك اياه لما تبلغ سن التقاعد اللي هو
تقريبا بالعراق 64 أو 63 سنة يبلغ عمرك، هنا راح ينطوك هذا التقاعد وتقدر تعيش بيه. ويصير هذا التقاعد لولدك بالمستقبل إذا ما عندهم شغلة، مثلا البنية إذا ما كانت متزوجة أو زوجتك إذا ما عندها راتب، هذا التقاعد راح يصير إلها، فتكون حالك حال الموظف. فنعم اكو 15 اشتراك لهذا التقاعد، يبدي من 17,000 إلى 89,000. فيمكن أقصى تقاعد تقدر تحصله هو 1,750,000 أو هيك شيء. لكن اكو أمور أسرع وأكثر ربحية مثل الأسهم. صديقي دائما الناس ما تفرق بين الفوركس والتداول والأسهم. فالأسهم هو مختلف اختلاف تام عن التداول. الأسهم معناها أنك تشتري حصة في شركة وتقدر تاخذ أرباح، ومن يزيد قيمة الشركة يزيد سعر السهم وتتضخم أموالك. وهذا الشيء موجود بالعراق من خلال البورصة العراقية، موجودة بها شركات مثل شركة بيبسي وشركة آسيا سيل ومنها بنوك. وإذا زاد سعر السهم راح تزيد قيمة أموالك وحصتك وأرباحك من هاي الشركات. يعني إذا قدرت تاخذ أسهم في شركة من الشركات أو بنك من البنوك بعائد 500,000 بالشهر، فأنت هنا قدرت أنك تحصل راتب وقدرت أنك تحصل تقاعد وأموالك قاعدة تزيد بهاي الشركة. وهذا إذا وصلت مثلا $1,000 عائد شهري على هاي الأسهم وانت في عمرك 30 أو 40، فأنت هنا وصلت إلى مفهوم التقاعد المبكر. صديق، التقاعد المبكر في الدول الأجنبية وحتى الشرقية هي الآسيوية هم يستخدمون هذا النظام. هو أنك تشتغل طول حياتك إلى سن 40، وهاي الفلوس اللي اشتغلت بيهن دائما تستثمرها في عقارات أو في أسهم أو في البنوك. فالبنوك هي تنطي مثل ما قلنا عائد، وما أعرف إنه هذا حرام أو حلال، ما أعرف بالأمور الدينية، لكن دا فهمك هم شلون يشتغلون. فمثلا هذا يتخرج من الكلية عمره 22 سنة، فإلى سن 40 هو بيشتغل 18 سنة بحياته. هاي ال 18 سنة دائما الفلوس يروح يشتري بيها أسهم ويدخرها، والأرباح مال هاي الأسهم والعوائد كذلك يروح يشتري بيها أسهم، إلى أن يصل إلى مبلغ وهو خلينا نقول $1,000,000 خلال هاي ال 18 سنة اللي اشتغلهن ومع فوائد هاي السنين. هاي $1,000,000 يقدر يحطها ببنك وياخذ عليها فائدة 10% اللي هي 10 شدات، أو يخليها في أسهم مثل شركة أبل اللي تنطي أرباح وكذلك سهمها يزيد، وهنا أنت كل ما جالك تصعد. فأنت هنا في سن 40 بكامل رجولتك وكامل صحتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله يقول أنه الرجل إذا بلغ أشده بلغ 40. فهنا أنت في سن 40 ومليونير، يجيك بالسنة عائد على الفلوس اللي حطيتين 10 شدات، وهاي إذا تقسمها على أشهر السنة فأنت راح تحصل من $9,000 إلى $10,000 شهريا. وهذا مبلغ يقدر يعيشك ملك بأي دولة بالعالم، حتى لو كنت بأوروبا، وتصرف وتركب سيارات مثل ما تريد ومثل ما أنت تفكر. وهنا عاد يبدي هو يتزوج زوجة 20 أو في بداية الثلاثينات ويكمل أسرة ويعيش مرتاح طول عمره. فهذا الشيء بيه مخاطر. فنعم سوق الأسهم متقلب وبيه مخاطر، نعم، وكذلك بيه حلال وحرام. لهذا جبت لك سوق العقار. صديق، اليوم عندك فرصة استثمارية كبيرة بالعراق، وهي أربيل. أربيل مدينة جاي تكبر بشكل مخيف، وقاعد تبني مجمعات بيها بشكل مخيف، يعني لدرجة انه اذا كل شهر تجي الأربيل راح تلقى مبنية مجمعين او 3 مجمعات سكنية. فاذا تستثمر بهاي في العقار في أربيل رخيص بس يزيد بشكل كبير. يعني اذا تشتري شقة قيد الانشاء لما تكمل الشقة راح تربح عليها اذا ردت تبيعها، واذا ما ردت تبيعها فانت راح تحصل عائد ايجار $300 إلى $400 شهريا، ويزيد مع مساحة الشقة. فأنت بالعراق اليوم تقدر تضغط على نفسك 5 سنين أو 6 سنين أو حتى 10 سنين، لكن بالنهاية راح تطلع بعقار وراح تطلع بإيجار وراح تعيش مرتاح من الإيجارات. وكذلك إذا زاد سعر الشقة راح تقدر تبيع على الشقة وتشتري شقق ثانية وتكبر مشروعك. وإذا طلع التقاعد ولا سامح الله توفاك الأجل فتقدر تورث أبنائك هاي الأملاك، ما تخليهم يتعبون مثلك. فنعم العائد على الشقة أنت تقدر تطلعه خلال 5 أو 6 سنوات من الإيجار. فنعم أسعار الشقق في أربيل قيد الإنشاء تبدي من 4 شدات لكن بأقساط، وهاي العائد راح يرجع لك $400 منها فخلال
خلال 5 سنوات او 7 سنوات انت راح ترجع لك فلوسك على شكل ايجارات، وتبقى عندك الشقة تزيد ويبقى عندك دخل منها. فنعم اليوم انا اشوف الناس قاعد تشتري سيارة ب3 شدات و4 شدات، فانت ما تحتاج الى السيارة، فالسيارة دا تقل قيمتها بشكل كبير. فنعم قبل سنة ردت تاخذ سيارة من المعارض كانت عاجبتني، فلقيت انه سعرها 120 ورقة. اليوم رحت على المعارض ولقيت نفس السيارات معروضات ب80 ورقة وب85 ورقة. فتخيل انه هذا سوق المستعمل، فما بالك سوق الجديد. اذا تشتري سيارة جديدة راح تخسر بيها خسائر كبيرة، وهذا الشيء دائما يحذر منه المستثمرين، ودائما يحذر منه رجال الاعمال، انه غلط انك تشتري سيارة بمبالغ كبيرة. فانت تقدر تشتري سيارة بسيطة، بقية المبلغ تستثمره بالعقار. فحتى اذا انت عندك فلوس فتقدر توجه ايجار هاي الشقة لابنك بدال ما هو عاطل او يبحث عن وظيفة الى ان يلقى شغل او يكون نفسه او الى اخره. لكن هذا الشيء يبي مخاطر. نعم، فبأربيل اكو مشاكل تسلم الشقق، فاكو شقق تتأخر مثلا. فنعم قد يكون موعد استلام الشقة 5 سنوات لكن ينطوك اياه بعد 6 سنوات. فلهذا جبت لكم الحل. احنا فريق نشتغل ويا مطورين عقاريين مضمونين وعندهم اكثر من مجمع في اربيل او مجمع حول العراق. فنعم احنا نقدر نجنبك السالفة ب90%، وكذلك نقدر نجيب لك خصومات على الشقق والفلل اللي تشتريها انت. فاذا انت حاب تستفسر عن العقارات في اربيل او حاب تستثمر، هذا رقمي راح اخلي لك اياه جوا، تقدر تراسلني على الواتساب وتفتهم اكثر، ونشوف ايش قد ميزانيتك وننطيك الشقة على قد ميزانيتك وبالاقساط كذلك. فنعم لازم تخلي ببالك واحدة من هذني، فانت عندك قليل المخاطرة لكن النتيجة بطيئة، او عندك عالي المخاطرة. وكذلك اريد انوه على شغلة، فاذا انت تشتغل شغلات بها مخاطرة عالية مثل دليفري على مطار، فأتمنى أنك تروح تسوي تأمين صحي على حياتك. فالتأمين الصحي كل شيء يصير لك أنت، تقدر تعالج نفسك إذا انكسرت رجلك لا سامح الله، أو إذا صار بيك شيء تقدر تروح تعالج نفسك، وماكو حاجة أنك تضايق نفسك أو تضايق أهلك وتروح تتدين. فنعم تقدر تحط جزء من راتبك اللي هو 50,000 أو 25,000 حسب التأمين الصحي، وتنقذ نفسك من المستشفيات الحكومية أو حتى المستشفيات الأهلية والقط مالتها، لأن راح يكون علاجك مدفوع بالكامل. وإذا أنت عامل لازم تسجل بالضمان الاجتماعي. ضمان اجتماعي هو ضمان لحقوقك، حتى لو أنت تدفع جزء من راتبك اللي هو 50,000 أو 25,000، لكن بالنهاية هاي الفلوس لما تبطل من الشغل راح ينطوك إياها. يعني لو اشتغلت 5 سنوات ودفعت 50,000 بالشهر، وصارت بينك وبين أبو الشغل مشكلة وبطلت، أو انهارت الشركة اللي تشتغل بيها أو المحل عزل، فأنت هنا راح ينطوك مبلغ 3 ملايين دينار. هاي 3 ملايين دينار تقدر تقسمهن على 6 أشهر 500 بالشهر إلى أن تلقى شغل جديد. خصوصا هاي الشغلة تفيدك إذا عندك عائلة وعندك إيجار، فهذا يعتبر مبلغ نهاية الخدمة إليك. أنا إلى هنا ستوب في الفيديو. إذا شفته فادك أرجوك إنك تدزه لأصدقائك ولأهلك حتى وأن يستفاد. وفي أمان الله.